حبايب قلبي، فتحنا مطعم صيني في البيت زي ما انتم شايفين معايا الوصفه الخطيره دي. واو. وعايزه اقول لكل ام بتسمعني دلوقتي، لو الاولاد يا جماعه تعبينكم في موضوع الاندومي، عندكم بديل خطير صحي والطعم كمان هينافس الاندومي وهتفوق عليه كمان. دلوقتي هندوق مع بعض. بسم الله بسم الله. يلا كملوا معايا لاخر الفيديو علشان تعرفوا الطبق اللذيذ ده عملناه ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي. اول خطوه حبايبي هنعملها مع بعض، هنحط ميه على النار ونسيبها تغلي. الميه دي اللي هنسلق فيها المكرونه. ودلوقتي هنضيف ملح للميه ونسيبها لغايه ما تغلي. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه في الخطوه الثانيه. ودلوقتي تاني حاجه هنعملها مع ناد ونوره. تعملوا ايه حبايبي؟ هنقطع الخضار. يلا حبايبي، هتستخدموا ايه النهارده؟ بصوا يا جماعه، انتوا ممكن تستخدموا اي حاجه انتوا عايزينها، بس احنا استخدمنا جزر وكوسه وفلفل وتوم وفلفل. الفلفل الحار يا جماعه براحتكم خالص، زي ما تحبوا. بس التوم يا جماعه ده اساسي. اوكي. وممكن تستبدلوه بتوم باودر. ايوه. الخضار يا حبايبي يعني هتدينا قيمه غذائيه، وكمان شكل الطبق هيبقى حلو قوي، والطعم كمان. قطعوها ازاي يا حبايبي؟ شرائح طوليه كده. بصوا وروني كده. اول حاجه هنعملها حسب يا دودو اللي تعوري. بصوا هتقطعوها بالشكل ده، وبعد كده ايه هتعملوها كده. بصوا حاولوا ما تعملوهاش ولا رفيعه ولا تخينه، يعني وسط زي ما احنا عاملينها كده. خلاص ماشي حبايبي. دي الكوسه. يلا تخلصوا الكوسه وبعدين هتعملوا ايه؟ هنقطع الجزر. بصوا يا جماعه احنا هنقطع الكوسه وبعدين هنوريكم. يلا يا دودو دلوقتي هنقطع ايه؟ قطعنا الكوسه، دلوقتي نقطع الجزر. هنخلص كل الكميه دي ونرجع لكم. دلوقتي هنقطع الفلفل. يلا بينا. هنقطعه برضو شرايح زي الجزر والكوسه بالشكل ده كده برضو. بصوا يا جماعه، انتوا ممكن تحشوا حاجات او تحطوا حاجات زياده، يعني براحتكم، يعني اي حاجه انتوا عايزينها. هنعمل ايه بعد الفلفل؟ بصوا يا جماعه هنقطع الفلفل، وبعدين هنقطع الفلفل السبايسي ده، وبرضه هنقطع الثوم. طبعا الفلفل الحار ده يا جماعه حسب الرغبه زي ما تحبوا. والثوم حسب الرغبه. لا الثوم لازم. الثوم لازم يعني اساسي في الوصفه دي يا نوره، صح؟ بصوا ممكن تبدلوه بثوم باودر، يعني ده او ده. تمام حبيبتي. بس الافضل طبعا ده. يا جماعه الوصفه دي يعني ايه، هم اللي شافوها وجربوها قبل كده وحبوا يصوروها معايا. قطع الكميه وارجع لكم. دلوقتي خلصنا الفلفل اليومي. دلوقتي هنقطع الفلفل السبايسي. بصوا ذاكروا. يلا يا انا لبست جلافز عشان ايه؟ علشان حار يا جماعه، عشان ما يبقاش في حاجه في ايديها، وممكن تحط ايديها في عينيها بعد كده وعينيها توجعها. ايوه. وريني يا دودو هتقطعيه ازاي كده. بصوا يا جماعه ده نقطعه دوائر. خلاص ماشي، دوائر صغيره، دوائر صغيره وشرايح صغيره. تمام حبيبتي، شطوره يا دودو. خلصت كل الكميه. شاطره يا دودو، برافو عليكي. ايوه. دلوقتي يا نوره هتعملي ايه؟ هنقطع الثوم. يلا بينا. بصوا يا جماعه احنا استخدمنا 3 فصوص ثوم، ممكن اقل او اكتر براحتكم زي ما تحبوا. حسب الرغبه. ازاي؟ بصوا هنعمل ايه. بصوا انا هقول لكم الطريقه. بصوا في ناس بيقطعوه كده عادي، بس انا شفت طريقه بيقول ان هو احسن. بصوا هتحطوها كده بعدين تعملوه كده. شاطره يا نور. معرفش هي دي احسن، هي بتتهرس تقريبا ولا عشان بتتفعس كده مكعبات صغننه كده، صح؟ ريحة توم. توم. كمان حاجة. عاوزه تعملي تجربي؟ اوكي. طب اخبطي كده، اخبطي انت. شاطره. خلاص شاطره يا دودو. دودو فعصتها. دلوقتي هنشوح الخضار. حطينا ايه يا نوره في الطاسه؟ اول حاجه حطينا زيت، شويه زيت. دلوقتي هننزل الخضار على مهلكوا خالص. ويلا بينا نقلب. دلوقتي نحط الثوم والفلفل الحار. يلا على مهلكوا الثوم مع الفلفل الحار. لسه يا جماعه يعني الخضار مش هتتهري معانا. احنا مش عاوزين الخضار تبقى مهريه، تبقى متماسكه علشان متماسكه ومستويه في نفس الوقت، علشان يبقى طعمها لذيذ. لسه كمان يا حبايبي هنضيف التوابل.
قولي لي يا نوره. هي توابل وما ينفع التوابل يبقى ريحتها ازاي؟ هتبقى ريحتها حلوه قوي. قولي لي يا نوره كده، الوصفه دي من المطبخ ايه؟ الصيني يا جماعه. من المطبخ الصيني. شاطرين حبايبي. يلا دلوقتي هنحط ايه؟ دلوقتي هنبدا نحط بقى ايه الصويا صوص في التوابل. اوكي يا حبيبتي. دلوقتي حبايبي هقول لكم على التوابل اللي هنضيفها. عندنا زنجبيل، زنجبيل طبعا حاجه اساسيه في وصفه النهارده. هحط كمان شطه، والشطه حسب الرغبه. حط كتير بليز اكتر. لا بسيط عشان الفلفل. في فلفل حار حطيناه. هحط كمان بابريكا. عشان دي لون كتير قوي ده بابريكا. هحط بابريكا كتير. هضيف كمان بصل بودر، ولو حابين تقطعوا بصل وتحطوه مفيش مشكله، بس انا النهارده هحط بصل بودر بس كده. هحط كمان فلفل اسود. شطور يا دودو كده. نسوينا. قلبي. لا احنا كلنا بنحب الفلفل الاسود. قلبه. بس انا كمان يا جماعه بحب الزنجبيل، هرش كمان رشه زنجبيل كده. خلاص كده حطينا التوابل. في حاجتين هنحطهم كمان، وهي الملح والسكر. هجيبهم حالا دلوقتي واضيفهم معاكم. حط الملح يا دودو. يلا الملح يا جماعه نظبط الطعم، لان لسه هنضيف صويا صوص، واحنا علشان نعرف طعم الملح المظبوط لازم ندوق. لو احتاج يا حبايبي نحط له عادي، بس ما نكترش كميه كبيره من الاول. نحط حاجه بسيطه وبعدين نظبط بعد كده الملح. ودلوقتي هنضيف سكر. حط يا دودو. يلا شطوره. واو. ودلوقتي حبايبي هحط المكرونه. انا طفيت يا جماعه على الخضار علشان الخضار ما تتهريش معايا. دلوقتي خلاص هحط المكرونه تتسلق. طبعا المكرونه هتابعها، هنقلبها كويس يا جماعه عشان ما تبقاش معجنه معانا. وبعد ما تستوي هصفيها وهرجع لكم. معلقه خل، معلقه صغيره. حطيتي معلقه صغيره؟ انا تمام كده. الصويا صوص مهمه جدا. اهم طبعا حاجه بالاكل. دي اهم مكون في الاكله. هيديها الطعم المميز بتاعها. دلوقتي حبايبي المكرونه اهي صفيتها وسخنه عندنا. وهنا وصفه الخضار الجميله اللي جهزها مين؟ نادو ونورا. يلا حبايبي كده حط الخضار. الله الريحه يا جماعه خطيره. بصوا حبايبي دلوقتي هقلب الخضار مع المكرونه. يا ماما يا حبيبي. هنحط صويا صوص كمان عشان صويا صوص. طيب ماشي حط وانا هكمل تقليب. حسيت ان هي قليله خلاص كده. حطينا كمان تاني يا جماعه. هي بتدي الوصفه طعم جميل جدا. وده يا حبايبي طبق النودلز الخطير زي ما انتم شايفين معايا. بديل يا جماعه للاندومي روعه. الشكل زي ما انتم شايفين، الريحه يا جماعه تجنن، والطعم صدقوني خطير. هرش شويه سمسم كده على الوش. ايه رايكم حبايبي؟ طبق خطير. ودلوقتي يلا علشان نادو ونورا يدوقوا معانا الوصفه اللذيذه بتاعت النهارده. يلا يا نورا انتوا نادوا، يلا دوقوا وصفتكم النهارده. قبل ما ندوق قربوا الطبق منكم يا حبايبي، قربوا الطبق منكم كده. دلوقتي هندوق مع بعض. بسم الله. يلا عشان عطرة. ايه رايكم حبايبي؟ تسلم ايديكم علشان انتوا ايه؟ تحفه. انتوا اصحاب الفكره بتاعت السحور النهارده. احلى سحور النهارده. سلام. ايه ده؟ دودو سلام. دودو تعالي. بصراحه ساعدوني جدا الفتره اللي فاتت وعملوا معايا وصفات لذيذه. يلا هنقول لاصحابنا ايه؟ كده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. باي. بنحبكم. يلا حبايبي بالهنا والشفا حبايبي.